The Punisher. أكتر الشخصيات تعقيداً وغموضاً في عالم مارفل، ووراها أصول حقيقية مؤلمة ودموية تستاهل عنها حلقة. لأن القصة دي مش كلها خيال، فكل اللي أنت شفته على الشاشة كان نسخة مخففة من ناس حقيقيين كانوا أشرس وسايبين وراهم سجلات من الجثث. Frank Castle. جندي سابق في البحرية الأمريكية بيخسر عيلته في حادث قتل مأساوي بيقلب حياته بعدها تماماً، وبيبدأ بعدها فرانك رحلة انتقام دموية، وبيكتشف إن ورا مقتل أسرته مؤامرة أكبر من مجرد عصابة، فقرر إنه يحقق العدالة فيهم بإيده هو. بس القصة دي مش كلها تأليف، فعشان تخلق شخصية زي ذا بانشر كان لازم يدمجوا 3 من أشرس وأغرب الشخصيات اللي مروا في التاريخ الأمريكي. كريس كايل، وده القناص الأمريكي الأكثر فتكاً في تاريخهم. ألبرت دي سالفو، وده سفاح قتل 13 امرأة وظل لغز العقود. جوزيف فرانكلين، وده بقى الاقتباس الأكبر، فده قاتل للمجرمين وتجار المخدرات. انت شايف في كل واحد منهم عامل ازاي واصل لفين؟ فتخيل بقى ان دول تم دمجهم في شخصية واحدة. نبدأ بكريس كايل، القناص اللي شارك في 4 جولات في العراق وسجل 160 عملية قتل مؤكدة، بينما هو بيقول في كتابه إن العدد بيتجاوز 255. ومن أشهر عملياته كانت قنصة مستحيلة من على بعد حوالي 2000 متر، مسافة لا يمكن تتخيلها، وأصبح اسمه بيثير الرعب في قلوب الأعداء لدرجة إنهم وضعوا مكافأة وصلت ل$80,000 للي يقتله. وشارك في عملية الرمادي بالعراق، فلقبوه العراقيين باسم شيطان الرمادي، أما الأمريكان فأطلقوا عليه الأسطورة، لأن بالنسبة للجنود الأمريكان فهو الملاك الحارس اللي بيحميهم من على أسطح المباني قبل ما يتأذوا. فده الراجل اللي نجا من جحيم الحرب عشان يلاقي مصيره في المكان الأكثر أماناً، في وطن. وده أول خيط في بناء ذا بانشر، وإن الاتنين ضباط في الجيش الأمريكي وشاركوا في الحرب ونجوا منها، لكن المصير ضربهم في وطنهم. فكريس قتل على إيد زميله اللي كان بيحاول يأهله يرجع لحياته الطبيعية بعد إصابته في الحرب بحالة نفسية وهي الاضطراب ما بعد الصدمة. أما ذا بانشر فخسر مراته وولاده برضه وبسبب صديقه القديم بيلي روسو. ومعلومة كده على جنب، وإن كايل هو الرمز الحقيقي ورا الجمجمة اللي مرسومة على تيشيرت ذا بانشر. فاستعان الكاتب هنا بقصة كريس كايل عشان يخلق جندي بيستخدم العنف لتحقيق العدالة، ده غير إنه دمجها مع الشخصية التانية وهي ألبرت دي سالفو، وده السفاح اللي اغتصب وقتل 13 امرأة في بوسطن في أوائل الستينات، وأغلبهم كان عن طريق الخنق بالشرابات، وما تمش اكتشافه وحل اللغز بتاعه غير بعد 50 سنة لما تم ربطه بجريمة ماري سوليفان عبر تحليل DNA من أحد أقاربه، مما أثبت إدانته. وجه الاقتباس من قصته بالصدمة النفسية اللي حصلت لذا بانشر اللي بدأت تحوله للعنف القاتل. وجات بعد كده الشخصية اللي أمنت بنفسها وإنها بتحقق العدل على الأرض بدون اللجوء للقانون، جوزيف فرانكلين، وده قاتل متسلسل أمريكي في الثمانينات استهدف تجار المخدرات والمثليين عشان ينظف المجتمع. ففرانك كاسل هو الشخصية الخيالية اللي بتعكس 3 نكهات حقيقية: الخلفية العسكرية العنيفة زي كايل، استخدام العنف كأداة عدالة زي فرانكلين ودي سالفو، والكبت النفسي والألم بعد الحرب زي كايل. فهنا شخصية ذا بانشر هي شخصية مركبة قاتلة وغامضة، بس اللي يخوف بجد إن الأجزاء اللي اتحطت فيه كلها كانت حقيقية. فلو عجبك المحتوى ده لأنه جديد، سيب تشجيع بكلمة كمل في أي كومنت أو لايك بسيط يعرفني إن الفيديو عجبك وبس.